تخيل إنك محبوس في قلب جزيرة معزولة محاطة بمياه متجمدة وقروش جعانة في سجن يلقب الجحيم الذي لا يقهر. وفجأة يفتح الحارس زنزانتك في الصباح ويلاقي رؤوس وهمية مصنوعة من الصابون وورق الحمام نايمة مكان. اختفيت، والشرطة حتى يومنا هذا ما بتعرف حي أو ميت. هذا مش لقطة من فيلم، لكن هي حكاية فرانك موريس والأخوين أنغلين، الثلاثة الذين كسروا هيبة سجن الاكتراز عام 1962. هذول ما استخدموا متفجرات ولا أسلحة، لكن استخدموا معالق أكل ومحرك غسالة قديم عشان ينفذوا أعظم خطة هروب في تاريخ السجون. البداية المستحيلة كانت لأشهر طويلة ورا مغاسل الزنزانات، وهناك كانوا كل ليلة يحفروا الجدار بمعالق مسروقة من الكافتريا، مستغلين وقت تشغيل الموسيقى العالية في السجن عشان يغطوا صوت الحفر. وبذكائهم صنعوا رؤوس بشرية من ورق حمام وصابون وشعر حقيقي من صالون الحلاقة، وحطوها تحت الأغطية عشان يشتت الحراس لو مروا من قدام الزنزانة إنهم نايمين. والحين الهروب من الجزيرة بحتاج لمعجزة. جمعوا أكثر من 50 معطف مطريا، وسرقوا لزق خاص ليلزقوها ببعضها، وصنعوا قارب مطاطي وسترات نجاة، واستخدموا أجزاء من محرك غسالة قديمة عشان يصنعوا منفخ يدوي سريع للقارب. وفي ليلة 11 يونيو دقت ساعة الصفر، تسللوا من فتحات ضيقة وطلعوا لسطح السجن، وبعدين تزلقوا من المواسير الخارجية للمياه المتجمدة. شغلوا قاربهم واختفوا وسط الضباب الكثيف من محيط السجن. وهنا الشرطة دخلت وقلبت الدنيا راس على عقب، وما لاقوا أي شيء غير بقايا القارب وشوي من المتعلقات الشخصية طايفة على المياه. وفي هذه اللحظة تسكروا الملف وقالوا أكيد غرقوا. لكن الصدمة جاءت بعد سنوات طويلة، لما وصلت رسالة غامضة للشرطة بتقول: أنا فرانك موريس، لقد نجحنا ونحن نعيش بأسماء المستعارة. إلى يومنا هذا الملف لا يزال مفتوح، والمكافأة زالت معروضة رغم الآن تجاوزت أعمارهم فوق 90 سنة. تفتكروا فعلا قدروا يسبحوا في مياه الاكتراز القاتلة ويصلوا للشط، ولا المحيط كان أسرع منهم؟ لو كنت مكانهم، إيش هو الإشي الوحيد اللي حتستخدمه وأنت تحاول الهروب من المستحيل؟ نشوف رأيكم في التعليقات، وتابعونا للقصة الجديدة.